المغرب لا دانيير مينيت 28 27 لا دانيير مينيت كنا لابعين ما عادش يضرب والله نورمالمون يضرب زلزال في كرة القدم الجزائرية في الرياضة الجزائرية زلزال كبير يعني تغيير شامل. صحتكم مغاربة والله صحتكم مبروك لجيراننا ربحونا كرة القدم ربحونا يعني وخلاو الناس تضحك علينا وخلاوه جينا نهضروا كنا نقول لكم يا وديهم يلعبوا في مصر يا جماعة خسروا على ما ديروش عليهم على ما ديروا ضغوطات على ما تبعوهمش على قلنا لا حنايا يا قاسامة ولات لي تجي تحصل في قاسامة النساء محصلين في قاسامة الرجال محصلين في قاسامة اقعدوا قاسامة اقعدوا يدخل ويخرج غير قاسامة داخل خارج قاسامة داخل خارج قاسامة. هاراي المغرب لا دانيير مينيت لازم تغيير شامل لازم إصلاح يعني كي نقولوا إصلاح ماشي مدرب ولعابة إصلاح كلية في التسيير في كاع صوالح كاع إصلاح شامل. وين حقق المنتخب المغرب لكرة اليد ريمونتادا تاريخية أمام نظيره الجزائري ب 28 ل 27 لحساب منافسة كأس العالم لكرة اليد المقامة في بولندا والسويد ليقلب الفريق المغربي الطاولة بهدف جاء في آخر ثانية من المباراة بعد أن كان متأخر بفرق هدفين. فشل ذريع لوزارة الوصية استقلوا واتركوا الجزائر تتطور. أنا أقول لكم نعود هذا الوزير هو المسؤول الأول عن هزيمة المنتخب الجزائري لكرة اليد أمام نظيره المغربي نقول لكم الحساب والعقاب. أنا نقولها لكم ونعود عيب عليكم هذه مثالي نقولها لكم ونعود هذه عيب والله لا عيب. مبروك لجيراننا ربحونا كرة القدم ربحونا يعني احنا ما خدمناش سبحان الله انا ما خدمناش سبحان الله وخدمنا ولو كان وصلنا ما خدمناش ونكذبوا على رواحنا ما خدمناش نخدموا نوصلوا ما نخدموش ما غادي نديروا والو. صحتكم مغاربه والله صحتكم لا اله الا الله محمد رسول الله. ما غاديش نقولوا على مدرب تاع منتخب وطني ولا هذه قاعد المنظومه بقاء تاعهم يعني تحطيم الرياضه الجزائريه كليه. هذه هي نقولها لكم. كثير غيرهم الكثير ساهموا في هذا الانجاز. حذري هدف قاتل. المنتخب المغربي حامل اللقب اكيد عدم مشاركه منتخب المغرب اثارت ضجه كبيره في العالم العربي وفي افريقيا الحديث. اكيد انه كان موجوده تجاوزات عديده في حفل الافتتاح في حق الاشقاء المغاربه. شفنا الفيديوهات. والله يصدقني عزيزي بعد اولا اقول لك بان 2025 ابشرك خيرا 2025 سيكون بالمغرب ان شاء الله. يطلب فليتنافس من يتنافس 2025 بالمغرب وفي هذه المعركه ربحنا الكثير من النقاط وتخططنا لهذا الربح ونجحنا فيه بامتياز. الجزائريين الذين استغلوا افتتاح الشان ووجهوا خطابات عنصريه خطابات تمس سياده المغرب خطاب تمس وحده المغرب ومن طرفنا من طرف واحد ايضا لا علاقه له بالعروبه ولا علاقه له بالاسلام من طرف انسان معتوه فكريا اخلاقيا لا قيمة له ولا وزن له. ثانيا لا جدوى من هذه تجربة الشان رغم أن فزنا فيها بلقبين ورغم ولكن لم تستفد منها كرة القدم الوطنية ولا اللاعب المغربي ومن ثم أن الأمر بالنسبة لنا مضيعة للوقت ومضيعة للجهد ومضيعة للمال. حصر السياسة في الرياضة بإقحام أو باستغلال حفل الشان لتمرير خطابات سياسية وعنصرية يجب أن يعاقب عليها أيضا البلد المنظم. كما يجب أيضا على الاتحاد الإفريقي أن يعتذر للمغرب أن الاتحاد الإفريقي حينما خرج ببلاغ يقول بأنه سيفتح تحقيق. تفتح تحقيق مع من؟ أنت من تنظم وأنت من تكون مشرفا على التنظيم والخطأ خطأك. اكيد انه كانت موجوده تجاوزات عديده في حفل الافتتاح في حق الاشقاء المغاربه. شفنا الفيديوهات. لو فرضنا انه الجزائر ستنظم كأس افريقيا 2025 والمغرب تشترط رحله مباشره بناقله مغربيه من الرباط الى احد المدن الجزائريه، تتوقع انه المنتخب المغربي سيتعذر عليه التنقل للجزائر دون الاستجابه لشروطه كما سار في الشان لو كانت والله يصدقني عزيزي بعد اولا اقول لك بان 2025 ابشرك خيرا 2025 سيكون بالمغرب ان شاء الله يعني. ممكن الجزائر ايضا الجزائر تسعى للتنظيم. يا اخي فليتنافس من يتنافس 2025 بالمغرب وفي هذه المعركه ربحنا الكثير من النقاط
وتخططنا لهذا الربح ونجحنا فيه بامتياز. المغرب ما يحبوش يمشيو يلعبوا، خاطر انا تفرجت شويه في الماتشوات، ظهر الجوارات ما عندهمش اونفي في الشان هذايا. دونك بعد عدم مشاركه تونس ومصر والمغرب فوالا هذاك اش قلت لك، معناتها ما عادش فما تونس ومصر كل الديربيات، وحتى تشوف لي جرادان فارغين معناتها جاي في السيزون بعد كوب دي موند والكالندريه شارجي، دونك يقول لك نخليو جواراتنا ونستحفظوا عليهم هكا. محمد في 15 ثانيه قبل ما نمشيو للهجره. واحد يقول يا اخي ماذا نجني من اختلاط السياسه بالرياضه غير المشاكل. غير المشاكل والسياسه مربوطه بالرياضه حاليا قبل لا تو حتى تو خيروس يا سامحني كي قصاوها من المونديال حاليا الانديه قبل لا على مستوى العقوبه اكيد ان المغرب سينهش كل المساطير في مثل هذه الامور، لان نحن نقول قد تعذر علينا هذا، ونقول بان ميثاق الاتحاد الافريقي لكره القدم يلزم البلد المضيف ان يسهل ماموريه التنقل لكل المنتخبات المشاركه، وبالتالي انا لا اعتقد ان العقوبه ستكون على المغرب، العقوبه قد تكون على اشقائنا الجزائريين، وانا اسطر على اشقائنا الجزائريين الذين اقول وبكل الم اشقائنا الجزائريين الذين استغلوا افتتاح الشان ووجهوا خطابات عنصريه، خطابات تمس سياده المغرب، خطاب تمس وحده المغرب. استخدام حفيد نيلسون مانديلا لاغاظه المغرب مشهد عبثي جدا وطفولي جدا. الدفاع عن الباطل باطل اكبر. حكايه اغضبت المغاربه الجمله اللي جايه اللي شعر الكل انها بتشعل الازمه والخناقه فوق ما الخناقه مشتعله. Let us fight to free Western Sahara from oppression. وعيب كده يا جزائر. قوم يطلع تبون يشكر في حفيد نيلسون مانديلا وطوبة على طوبة، خلي العركة منصوبة والخناقة دخل فيها نيلسون وحفيده. لا يعتبر نفسه جزائري وقالها هو بنفسه، وباش يكونوا في الصورة، لأن ربما إخواننا في بين ما همش طالعين على التاريخ تاع بداية الثورة. مانديلا التحق بالصفوف تاع الثورة الجزائرية في 61 حتى يتدرب ويدرب الجماعة اللي معاه لانطلاق في حرب تحريرية في جنوب افريقيا لاسقاط النظام العنصري.